في العادي قبل ما نعمل الحاجة بنفكر فيها مرة واتنين، لكن في ناس تانية ما بتفكرش ولا مرة، زي العمال اللي معانا في حلقة النهاردة، واللي اتلقبوا عن جدارة بأغبى العمال في العالم، لأنهم عملوا حاجات ما فيهاش تفكير ولا حتى تفسير. حاول تمسك أعصابك ويلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. لقى المكان المثالي عشان يزوغ من الشغل، أو تقدروا تقولوا فعل وضع التخفي. تنظيف مواسير الضغط العالي بيحتاج عمال مهرة، زي ده مثلا. اتلخبط بين ماسورة الغاز وماسورة المية، ودلوقتي السباك لازم يحضر بأقصى سرعة ممكنة. الانتقال من النظري للعملي رحلة مليانة مجهود وأخطاء، وبعض الناس بياخدوها رحلة بلا عودة. المفروض الراجل ده جاي يوصل العجلة أو اللي باقي من العجلة. دي طريقة تخلي بيها زميلك مصحصح لحد ما يخلص اللي وراه، بس مش مع كل زمايلك، خلي بالك. أنا حاليا مبلم مش فاهم إيه اللي بيحصل. رغم إن ما ينفعش كل دي تقع مرة واحدة، بس ده يبين لك قد إيه وزنها تقيل. لو في جايزة لأغبى عامل في العالم هندي للراجل ده 2. مالك يد في ايه؟ ما تهدى كده، متحمس على الآخر. يا رب النتيجة ما تطلعش فيلم رعب. الجرارات معمولة عشان تسهل عملية الزراعة، بس هنا زودت الطين بلة. بصراحة أنا قلقان على الجيل الجديد من الدكاترة، ربنا يستر على اللي جاي. الراجل ده ما سمعش عن حاجة اسمها يأس قبل كده. لما تكون على وشك تبقى البطل وفجأة تكتشف ان انت اساس الكارثة. البترول ده ماشي بمقولة منها وإليها نعود. المصور كان حاسس ان في حاجة هتحصل، فقال اصوره عشان يبقى معايا دليل.
أي عمال هدفهم ابتسامة الزبون، بس مش للدرجة دي. مش عايزين نظلم الاختراع الجميل ده، الفكرة في المتحكم، زي السواق ده مثلا. يعني الراجل يدي الأمان بعد كده ازاي؟ ما جاتش في دماغي أنا شخصيا إن مجرد خيال كشاف. كلنا عارفين اللي راست على السلم، دي بقى اللي راست على الأسانسير. غلطة واحدة بس في حساب الحمولة والزوايا والنتيجة هتبقى كارثية. شفنا أغبى العمال، يبقى مفيش مانع لما نشوف أغبى القطط. أوبس، تفتكروا خدوا وقت قد إيه؟ وهيحتاجوا وقت قد إيه عشان يخلصوا المشروع ده؟ باينة أوي إن ده أول يوم شغل ليه. عشان كده لو هتتفق مع عامل اتفق معاه بالمقاولة مش بالساعة. من الواضح إن العربية دي مخصصة للزبالة بس مش للركاب. تقدروا تقولوا تمسكن لحد ما تمكن. مين بقى اللي هيتحمل الخسائر دي؟ أكيد مش أنا. الخلاصة عشان ترفع البيتزا بنجاح لازم تبقى شايل في ايدك التانية كرتونة من الحاجة الساقعة، وطبعا ده أي كلام. التقدير الخاطئ في أغلب الأحيان بينتهي بكارثة. كنت هقول الكهرباء قطعة، بس البي سي شغال اهو. العالم من غير تشغيل دماغ صعب قوي. Episode of Whack Fuck. حولوا عربية هوندا قديمة بتشتغل بجنزير عجلة. مش عارف ده ابتكار ولا جريمة هندسية. انتوا عارفين المشكلة فين؟ انهم قلبوها في نفس الاتجاه.
يوبني بالروت. الفكرة حلوة بس التنفيذ سيء. الماكينات لسه ما قدرتش تستبدل البشر، والدليل خطأ كارثي وهي بتلف الحديد المنصهر. يا ترى اللي ركب المراية اتذكر كام مرة؟ مش بالخير أكيد. صاحب المغسلة مبسوط منك قوي وبيقولك منك لله. الرياكشن ده مش ماشي مع الموقف خالص. طب اقول لهم ان انا اللي حسدتها ولا استنى شوية؟ الغريب بقى ان ده اللي بيترقى وبيقبض قدك مرتين تلاتة. Hello, cutie pie. ده ازاي ده؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.